مساء الخير. العالم مليان غرائب وعجائب. النهاردة هنتكلم عن الخوف. ايه هي انواعه؟ يعني مثلا فرويد عمل للخوف ابواب، جمع كل مخاوف الشعوب وحصرها في ابواب عامة. فمثلا رعب الضلمة او الاشياء المجهولة عامة. في رعب الحيوانات، زي انك تلاقي قطة او كلب عندك في البيت فجأة تصرفاته اتغيرت او بقى يبص في الفراغ ويقعد فترة على نفس الوضع من غير اي سبب. في رعب الابواب المغلقة، يا ترى الابواب دي وراها ايه؟ كان بيت في المدينة وانت رايح جاي مسكون، ممكن يكون ورا بابه عفريت او شبح. رعب من المخلوقات المجهولة، رعب من فكرة يا ترى بعد ما بنخرج من بيوتنا ايه بيحصل فيها وهي مقفولة. رعب الشخصيات المتنكرة. فرويد بيقول انه لف على ابواب الخوف، اكتر باب مرعب هو ما يمكن ان يكون في نفوس المحيطين بك. الرعب اعمق بكتير قوي مما نتخيل. الرعب مش عفاريت وضلمة، الرعب ليه شق نفسي مهول. النهاردة هنمسك نوع معين من أنواع الرعب، رعب المرايات. عندكم فكرة إن 90% من حضارات العالم مقتنعة إن المرايات أبواب لعوالم تانية؟ أكيد مش صدفة لما الأديان كلها تحذرنا من إننا نطول النظر في المراية أو إن إحنا نغير هدومنا قدامها. حكاية النهاردة حصلت في الهند تقريبا في القرن اللي فات. في شخص كان حاطط مراية في الحمام، ومرة بالليل وهو جوه الحمام شاف بطرف عينه بنت جميلة. في الأول اتخض، وبعدين قال دي تهيؤات، لحد ما الموضوع بدأ يتكرر معاه، وكل مرة كان بتظهر له ملامحها أكتر وأكتر. الموضوع ما بقاش بطرف عينيه بس، لغاية ما جرب إن هو يكلمها. أول مرة كلمها فيها اختفت، وفضلت فترة ما تظهرش تاني، لغاية ما بدأت تظهر له تاني بعدها بكام يوم. ولما بدأ يكلمها ردت عليه المرة دي بس في أحلامه. مع الوقت بدأ التواصل بينهم يزيد، بدأوا يتكلموا مع بعض، وبدأ يتعود في وجودها في حياته أكتر وأكتر. الموضوع ما يبقاش في الأحلام، بقت بترد عليه في المراية نفسها. يومه اللي كان بيروح شغله وكان بينزل وبيروح وبيجي اتحول ليومه كله إنه حابس نفسه في الحمام معاها. حياته كلها انحصرت في الحمام، ما بقاش بيطلع منه. طبعا أمه لاحظت التغير اللي عليه، كانت هتتجنن، ابنها بيضيع منها. أمه كانت بتسمعه من بره الباب وهو بيتكلم مع حد، وسألته وواجهته بالموضوع. قال لها إن هي بيتهيأ لها. سألته عن سبب وجوده طول اليوم في الحمام، ما ردش عليها، بس هي كانت بدأت تشوف عليه أعراض التغير. شعره على طول منكوش، بدأ ما يهتمش بنفسه، ساب شغله، ساب حياته، لغاية ما في مرة وهو معدي قدامها وراح باصص للمراية ومتكلم فيها. أمه فهمت إن الموضوع يخص المرايات، دخلت في مرة وهو مش موجود في البيت وكسرت كل مرايات البيت. ابنها رجع من بره وشاف المنظر. طبعا حالة الهستيريا اللي كان فيها ما كانتش تتوصف. بدأ يصرخ، بدأ يضرب في الأرض زي الأطفال، بدأ يعيط، وأمه بصاله مش عارفة تعمل له حاجة، لغاية لما مع الوقت هدي. وأول ما هدي نزل اشترى مرايات، قعد يركبها في البيت، يركب مراية الحمام، كان بيدور في كل مراية عليها، لدرجة انه قضى يومه لحد تاني يوم الصبح قاعد بيعيط قدام مراية الحمام. بس لما غلبه النوم وصحي لقى أمه جالها شلل نصفي. أمه مرمية على السرير ما بتتحركش، لا رجليها ولا ايديها بيتحركوا. اللي قالتهوله ان في حد طلع في المراية فعلا، خنقها في السرير وهي نايمة، ومن بعدها مش قادرة تتحرك تاني. معظم الشعوب زي ما احنا قلنا مقتنعة ان المرايات بوابات لعوالم تانية. في حاجات كفاية او ان احنا نسمع عنها من بعيد، وبندعي ان هي ما تحصل لناش. زي ما اتفقنا، العالم مليان غرائب وعجائب، وكل يوم هنعرف منهم حاجة مع بعض، بس على قناة رعب خلف الظلام. ابقوا معنا.